يا فندي؟ لا يا حاجه بهيه، الطياره اللي نزلت دلوقتي جايه من بلاد الخواجات. مالنا ومال الخواجات؟ انا عايزه الطياره اللي فيها ابني طلع حبه عيني. انا سمعت ان مواعيد الطيارات مظبوطه زي دقه الساعه. امال ليه يعني الطياره اللي مسافر عليها اخوي اتاخرت كده؟ الطياره ما اتاخرتش يا عبد الهادي، احنا اللي جينا بدري. ودينا من امبارح بالليل قدام المطار، ما حدش جه. وبعدين يكون في علمكم الطياره لسه على ميعادها ساعتين. يا ايه يا سعديه ما سكت يا ابني؟ الزهر المجعان يا ام. رضعيه. ايه شويه اللبن اللي في البزازه خلصوا. قطيعه قطع البزازات واللي اخترعها. رضعيه من صدرك يا سعديه. حاضر يا ام. ثلاثة بالله العظيم ما تكوني عامله اللي هتعمليه لكون رمى عليك اليمين. ترى ايه يا احمد افندي؟ ابنك جعان ولطيف. يجوع ولا ما يجوعش؟ انت عايزاها تكشف نفسها قدام اللي يسوى واللي ما يسواش؟ ده احنا في زحمه ولا زحمه المولد؟ وبعدين كل واحد فيهم عينيه تندب فيها رصاصه. الواد بفرج بالحر يا احمد افندي. قلت لك خليكي قاعده في الدار. قلت لك بدل البهدله اللي انت فيها دي كلها. ايه؟ يعني اخويا يجي من السفر ما يلاقيش حد يقابله؟ ليه؟ هو عديم الاهل؟ ثم اني ده اخويا الكبير وبقاله 15 سنه غايب. ثم انت هتقعدي تقولي لي ثم ان قدامي يا اختي، قدامي. وانت ابقى عيط يا اخويا، ابقى عيط. وانت عبد الهادي خلي بالك من العيله الكريمه، وانت تعالي معانا يا بياضه. ايه يلا يا اخي. وعبد الهادي كان فيها ايه لو كنتوا فضلتوا في البلد؟ لكن انا اللي استاهل الادب علشان سمعت كلامكم. اقعدي رضعي الواد يا اختي. ايه هو؟ اقعدي دخلك على قفاك، اقعدي. وانت اقف يا حسين، وانا هقف امنع اي حد من العبور لغايه ما تستوري نفسك وترضعي الواد. ما تزعلش نفسك يا سي احمد افندي. زعلتش نفسي؟ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. راح فين يا اخويا؟ انا سواق الاتوبيس اللي واقف هناك ده ولازم اطلع دلوقتي. معاك تصريح؟ تصريح ايه يا اخويا؟ خد لك ساتر اللي في بالي. خلاص عدي بسرعه قبل الركاب كلهم ما يجوا. تعال يابا تعال يابا. ايه جعان ازاي يا ولا؟ ما انت لسه واكل شندوتش 8.5 جنيه. اصبر شويه. ايه يصبر ازاي يا عبد الهادي؟ هي العيال بتعرف صبر؟ الذنب ذنبي. لو كنت عارفه ان الطياره هتتاخر قوي كده كنت جبت زواده تكفيني. الا قول لي يا عبد الهادي، هو الاكل هنا غالي كده ليه؟ انا عارف ياما، يمكن بيستوردوه راخ. انتوا هنا يا جماعه وانا بدور عليكم. حاج حسان، ده احنا قلنا انك مش جاي، انت كنت فين؟ ايه هو انا اقدر ما اجيش يا حاجه بهيه؟ اقدر. والواسطه الجامده بتاعتك اللي هتخرج ابن ابو المعاطي من الجمارك هو فين يا حاج؟ اطمني خالص يا حاجه، اطمني. انا عملت كف كل حاجه والواسطه بتاعتي جاهزه لكل شيء، وان شاء الله ابنك لو عايز يخرج من صاله كبار الزوار الواسطه بتاعتي هتخرج. وتطلع ايه صاله كبار الزوار دي؟ يي الصاله بتاع الناس العلاوي، الناس الكبارات قوي. ومالي يا اخوي؟ هو ابن بالمعاطي شويه؟ ده مقامه عالي. الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه يا حاج حسان. اهلا يا استاذ احمد، يا مرحبا. اهلا يا احمد، ما تسال على الطياره كمان مره؟ مش سائل يا حاج. الطياره اللي بتوصل بيعلنوا عنها في الميكروفونات بالعربي والانجليزي واللويندي. شايف يا حاج حسان سي احمد بقى حمقي وخلقه ضيق ازاي؟ اللي شفته 18 ساعه يا حاج وانا ملطوع اللطعاضي قدام المطار. مستني مين يعني؟ مستني مين؟ ابو المعاطي شمروخ. جرى ايه يا سي احمد؟ ابن ابو المعاطي مش مالي عينك ولا ايه؟ لا بس قصدي اقول يعني انه مش ريجن. ويطلع ايه رجن دي؟ رئيس امريكا. انت تستنى ابن ابو المعاطي يوم واثنين وثلاثه لانه اخو مرتك ام عيالك، لكن رجن دي له قريبك ولا كان اخو مرتك. يا جماعه صلوا بينا على النبي، الناس كده بتتفرج علينا. ايه امي عندها حق كده، ما يصحش يا احمد يا متعلم يا متنور. ايش حل لو ما كنتش مدرس وبتعلم ولاد الناس الاصول والمفهوميه؟ حتى انت يا عبد الهادي، وهي الاصول والمفهوميه ان تعذب العذاب ده كله علشان واحد راجع من السفر؟ ده راجع بعد غيبه 15 سنه يا سي احمد. روق كده يا سي احمد، روق. خد سيجاره عفرها، خد بس خد. اللي خلاك مستحوي المده دي كلها؟ طول بالك يا اخويا شوي، عفر وتوكل على الله. عفر. خد. انا مدخن جاهز، مدخن طول النهار وانا بدخن.
عامل زي قطر سوارس من بتوع زمان والدخان بتاعه بيسبقه. اوف. ايه الطياره وصلت؟ هتتاخر كمان ساعه، هتتاخر ساعه، هتتاخر. يا دي اليوم اللي ما يعلم به الا ربنا. Your attention please. Egypt Air flight number 382 has arrived from Luxor. Arrival number 2, thank you. عبد الهادي، ايه؟ تفتكر اخوك ابو المعاطي يكون جايب لي ايه معاه؟ الله اعلم يا بياض، بس اخويا راجع بعد 15 سنه غربه، ولازم أن يكون جايب معاه حاجات ما حصلتش. على الله بقى يكون جايب لي معاه كده كام حته قماش شتيسي. ايه؟ ويمكن ايده تكون فرطه ويكسي العيال ولادك كمان. يا رب. ما هو عارف ان عندي 3 عيال. عبد الهادي، أني ريقي نشف من العطش. بقول لك ايه، ما تجيبيش سيره الموضوع ده هنا خالص، واعتبري نفسك صايمه. الميه هنا بتتعبى في ازايز، والازازه الواحده ب75 قرش ساب. ليه؟ إزازة مية بجنيه إلا ربع، هي دواء؟ ويا دوبك شربه واحده. على كده بقى جرة المية بتاعتي تساوي شيء وشويات. السلام عليكم. وعليكم السلام. فتحي افندي ابن اخويا مخبر في مباحث المطار، وراجل قد الدنيا وليه كلمه مسموعه. بسم الله ما شاء الله. هو الوصل مش كده؟ ايوه هو. يا اهلا وسهلا. اهلا. الاستاذ احمد مدرس عندنا في مدرسه البلد، ومن قرايبنا برضه يا سي فتحي. شرفتوني. اهلا، اي خدمات انا تحت امركم. شوف بقى يا سي فتحي، انت الخير والبركه. ابن ابو المعاطي راجع